ولذلك من كل ما شرع في هذا الدين الأحكام التي تتعلق بالأسرة، التي تتعلق أيضا بالمسائل الاجتماعية. يعني هذا الدين شمل كل شيء، سواء في مجال الاقتصاد أو مجال السياسة أو ما أشبه ذلك. كان من ضمنها أن ركز على مسألة العلاقات الاجتماعية. كان من أعظم العلاقات الاجتماعية الزواج والعقد الإسلامي المبارك. ولذلك تبرز أهمية هذا الزواج أمور كثيرة. الأولى أن هذا الزواج جعله الله سبحانه وتعالى تكافؤ وتناسب، وجعله أيضا سكينة كي تواطن الذكر والأنثى، وجعله أيضا ستر وعفاف لمن تزوج. والأعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه كمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن مظاهر كمال هذا الدين الزواج. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج المسلم فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. يعني النصف الآخر هي الزوجة. وهذا يدل على أهمية الزواج، أن جعل فيه كمال، ولا يحصل كمال إلا أن يتزوج الإنسان. ومسائل كثيرة تتعلق بمسألة الزواج. وينبغي للمسلم حينما يعزم يتزوج ينبغي له أن يستحضر النية الصالحة. من هذه النيات أن يعني يعزم وينوي أن يعف نفسه ويعف زوجته. هذا مهم جدا، وأن يبتغي بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى حتى ينشأ المجتمع في عفاف وفي صحة وفي ذهول من الفواحش التي انتشرت في يعني مجتمعات المسلمين، الزنا والعياذ بالله والضرار وما أشبه ذلك. هذه الأمور يعالج هذا الأمر والزواج الإسلامي المبارك. وأيضا قبل أن نتقدم في العقد أريد أن ننبه على مسألة دائما مكررة في مقدمات العقد، وهي مسألة التخفيف في مؤن الزواج، سواء كان مهر أو كان تجهيز مسائل أخرى تتعلق يعني مسألة المسكن وما أشبه ذلك. ينبغي المسلم يعني كل مسلم أن يستحضر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ومن المسائل التي تتعلق بذلك التخفيف، يعني من علامات بركة الزوجة والزوج أن يكون الجهاز والمهر يسيرا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسر النساء أو أبرك النساء أيسرهن أو خيرهن أقلهن صداقة. خيرهن أقلهن صداقة، يعني الصداقة المهر. في حديث آخر في لفظ آخر: خير النساء بركة أقلهن مؤنة. لماذا لا يفكر المسلم في النساء؟ هذه أصبحت عقبة لو وقفت عليه، أصبحت عقبة وسببت حنوسا في بنات المسلمين، حيث أن كثير من الناس يسلكون هذا المسلك، يرفعون في بعض الأمور، أو حتى لو كان مثلا المهر في يعني تخفيض، لكن رفعوه في مجال أخرى، الجزاء وما أشبه ذلك، متطلبات الزواج. فينبغي المسلم أن يستحضر هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتشر العفاف بين المسلمين، لأنه إذا وضعت هذه العقبة في باب الزواج في وجه الشباب ذهب الناس ولا تزوجوا، تركوا الزواج، لأنه في تكاليف كثيرة عليه. فمن علامات بركة الزواج أن يكون يسيرا. الزواج بشكل عام يكون يسير، وهذا ينبغي الإنسان أن يجعله نصب عينيه، ويترك العادات ويترك أقال الناس من قالوا هذا تخفيف أو هذا يعني أنه تمام وما أشبه ذلك. ينبغي الإنسان